يا مساء الفل عليكم واهلا وسهلا بكم في قاعدة جديدة على قناة انجلش كوميونيتي مع مستر عبد الفتاح علام. ويلا بينا. درس النهاردة نتكلم عن موضوع مهم جدا في اللغة الإنجليزية وهو الديدكشن أو الاستنتاج. يعني إزاي نقدر نستنتج حاجة ونعبر عن درجة التأكد أو عدم التأكد باستخدام كلمات زي مثلا must, might, may أو can't. في الفيديو ده هنتعلم إزاي نستخدم التعبيرات دي عشان نوصف مواقف ونخمن معلومات بطريقة صحيحة. ولازم برضو المواقف دي تكون منطقية، وإن شاء الله برضو مع شوية أمثلة هتكون سهلة وواضحة هتساعدكم تفهموا الموضوع بسرعة جدا. فيلا نبدأ. زي ما احنا شايفين كده هنلاقي الاستنتاج ده يا إما استنتاج في المضارع يا إما استنتاج في الماضي. الفرق ما بينهم بسيط جدا. يعني مثلا في المضارع هنلاقي لو أنا متأكد بشكل إثبات أو مثبت هنستخدم must be زائد المصدر، ولو في الماضي هستخدم must have زائد ال PP. ناخد بالنا إن must have زائد ال PP بتساوي I am sure أنا متأكد. ولكن هنا في المضارع حاجة بتحصل في الحاضر أنا متأكد منها، وهنا بالفعل حصلت في الماضي وكنت متأكد منها. طب لو أنا متأكد بس للنفي أنا متأكد إنه ما حصلش، فساعتها هستخدم كانت بي في المضارع أو كانت هاف زائد البي بي في الماضي. وعندنا بقى لو أنا مش متأكد أوي خالص أو باحتمال وقوع الشيء فبستخدم may أو might be. وبالنسبة ده في المضارع، إنما في الماضي بنستخدم might have زائد البي بي. زي ما قلنا كده إن must have زائد البي بي بتساوي I am sure، إنما كانت أو couldn't have زائد البي بي بتساوي I am sure not، يعني أنا متأكد إنه ما حصلش، بس بإيه؟ مؤكد بالنفي. ومادام في موضوع احتمالية فبنستخدم may أو might could زائد البي زائد البي بي في المضارع، وفي الماضي بنستخدم may أو might could have زائد البي بي. تمام؟ ناخد برضو بعض الأفكار كده. عندنا مثلا إن ممكن نستخدم could بدلا من may أو might. تمام؟ دي في بعض الاحتمال، يعني مثلا عندما نكون غير متأكدين من الاحتمال. يعني أنا مش موضوع كمان إن هو احتمال، لأ أنا أصلًا مش متأكد من الاحتمال نفسه، فساعتها باستخدم could بدلًا من may أو might. عشان نعمل بقى استنتاج في المضارع المستمر، وقلنا أي مستمر في اللغة الإنجليزية بنستخدم ing. فكل اللي أنا هاعمله بس must be زائد verbing أو can't be زائد verbing might أو may be زائد verbing. تمام؟ هنا بيقول لي it's so quiet in his room. النهارده الغرفة هادية جدًا. he must be sleeping. أنا متأكد إن هو نايم ومستمر في النوم بقى له فترة. ممكن نستخدم كمان could have للتعبير عن إمكانية حدوث فعل ولكن لم نفعله. يعني كان ممكن الحاجة دي تحصل بس إحنا ما عملناهاش. I went to school on foot. أنا ممكن أروح المدرسة على رجليا. But I could have gone to school by car. ولكن أنا ممكن أروح، يعني إيه اللي يخليني أروح المدرسة على رجليا ما دام ممكن أروح بالسيارة المدرسة. طيب بما إنه استخدم could have زائد البي بي في الحتة دي، فده معناه إنه ممكن يروح بالسيارة ولكن ما راحش، لإنه بالفعل بيروح على إيه؟ على on foot أو على رجليه. تمام؟ بعد ما وصلنا هنا عند الحتة دي فده معناه إن إحنا كده وصلنا لنهاية درس النهاردة اللي هو الdeduction أو الاستنتاج. أتمنى إن شاء الله يكون الدرس كان بسيط وواضح، وقدرتوا تفهموا إزاي نعبر عن درجة اليقين أو الاحتمال في الجمل الإنجليزية. محتاجين بس نحاول نطبق بأمثلة بسيطة كده، يكون بس بنفسنا وتكون جمل تعبر عن مواقف مختلفة عشان تثبت المعلومة أكتر. نشوفكم إن شاء الله في درس جديد بإذن الله على قناة English Community مع مستر عبد الفتاح، والسلام عليكم.